رح نشوف مع بعض فيديو بشكل سريع ونرجع لأحكي لكم قصته بشكل مختصر. قصة هذا الفيديو باختصار قبل سنوات وتحديدا بعام 2017 ببداية 2017 كان بائع المعروك يلي هو من خارج مدينة معرة النعمان متواجد بهذا المكان تحديدا اللي أنا واقف فيه، وعم بينادي بأعلى صوت بعمق بحب بشغف: الله يديم عزك يا معرة، الله يديم عزك يا معرة. وعم بينادي بهذيك الأثناء كانت الأسواق مكتظة، كانت الناس مليانة بهاي الشوارع. طبعا السبب يلي خلى هذا الشخص انه ينادي بحرقة الله يديم عزك يا معرة طيلة السنوات السابقة قبل 2017 كان القصف متركز على الأسواق تحديدا، وهذا السوق بيشهد مجازر عديدة. تحديدا المكان اللي أنا واقف فيه حصلت فيه أكثر من مجزرة فقدنا من خلاله خيرة شبابنا. طبعا ببداية 2017 كان في شيء نوع من الهدنة أو الاستقرار أو الهدوء من القصف، وحكم هذا الوقت بموعد شهر رمضان المبارك، فكانت الناس عم تتزاحم، كانت الناس معبية هاي الشوارع والأسواق. طبعا المشهد اللي شفناه هو جزء بسيط من ازدحام الناس بهاي الشوارع، ونحن اليوم بعد تحرير مدينة معرة النعمان هذا الحال، الأسواق فاضية. كل الأماني بالقريب العاجل ترجع هاي الناس وتزين هاي الشوارع، ترجع هاي الناس لبيوتها، يرجع البسيط والفقير يعيش بأسواقه ويترزق. المعرة ما عن عبث انطلق علي اسم أم الفقراء، لأنه هي بالفعل أم الفقراء وأم المساكين، بيتعايش فيها كل الناس، الغني والفقير والبسيط، الدرويش، القريب والغريب، بدون أي تمييز. بتضمن المعرة وبتجمعهم كلياتهم كأنها الأم الحنونة يلي ما بيهون علي أبدا يتأذى طفل من أطفالها. فيا رب مثل ما فرحت قلوبنا بتحرير سوريا كاملة ترجع وتفرح قلوبنا بعودة هاي الناس لهاي المدينة ولكل المحافظات السورية عن قريب. تحياتي.